الفريلانسنج زي مسلسل بتتفرج عليه، ليه شخصياته وقصصه ونهاياته الغير متوقعة. عمرك كنت بتتفرج على فيلم على نتفليكس وقلت مين الفاجر اللي عامل كل ده؟ مين اللي كاتب الكلام ده؟ مين اللي عامل الكونتنت اصلا؟ مين اللي عمل له ماركتنج عشان يوصل لك لحد بيتك؟ مين اللي عامل الشغل ده كله؟ واهم واحده، مين اللي عامل الافكتات ديت كلها؟ الفيديو اديتورز اللي بيبقوا شغالين هناك. مين مثلا اللي عامل النار ديت، او اللي عامل الرعد ده، او مين حتى اللي بيخفي الشخصيات؟ كل الكلام ده هي ناس زيك كانوا بدأوا في الفريلانسنج. لما تيجي تفتح اي حاجه في السوشيال ميديا، اي بلاتفورم زي مثلا فيسبوك، انستجرام، تويتر، او ثريدز الجديد دلوقتي، كل الكلام ده عمرك تخيلت مين اللي ورا الكلام ده كله؟ في مهندسين ومبرمجين وفيديو اديتورز وناس بتكتب سكريبتات وناس بتعاين الكلام ده. كل الناس ديت ممكن يبقوا فريلانسرز. الحاجات اللي انت بتشوفها على المواقع على النت، لما تدخل تكتب اي سؤال مثلا، الاجابات اللي انت بتلاقيها على بلوج كبير جدا او معمول له ماركتنج صح، او حتى الكلمات اللي فيه مظبوطه، كل ده فريلانسرز اللي عملوه. الفريلانسرز دوت مش بيبان ان هم شغالين الشغلانه ديت، بس هم في الاخر متجابين يا من على موقع للعمل الحر، يا اما هم راحوا قدموا بنفسهم واشتغلوا از فريلانسرز. هم شغالين لجزء من الوقت وبعد كده بيمشوا. تعالى مثلا نتكلم على حاجه زي الفيديو اديتنج. الفيديو اديتورز هم كتير جدا. البوست برودكشن ده مجال عملاق وبيبقى محتاج من كل حاجه، اللي بيعرف يedit على الصور، اللي بيعرف يedit على الفيديوهات، وطبعا كل واحده فيهم بتقسم لاجزاء كتير، اللي بيعرف يلون، اللي بيعرف يظبط الصوت. طبعا هندسه الصوت دي مجال لوحده. فاحنا بنتكلم في حته ان الناس دي كلها بداوا منين. تعالى اقول لك بداوا منين. انت كواحد مثلا قاعد في البيت مش بتعمل اي حاجه بس بتتفرج على نتفليكس، ليه ما تشتغلش على نتفليكس وتبقى انت واحد من الناس اللي عملت الفيلم ده؟ ابسط حاجه انت ممكن تعملها، انت هتقوم جاي منزل بريمير برو او دافينشي او اي برنامج انت بترتاح على شغله. بعد كده هتلاقي كورسات بالهبل على اليوتيوب، ودي حاجه احنا ممكن نعملها هنا في التشانل، ان انا اعمل كورس البريمير برو. لو عايز ممكن تقول لي في الكومنتس. بعد كده الناس دي كلها بعد ما بتاخد الكورس وكورسات ببلاش، بيبدا ان هو يعمل بورتفوليو. ايه البورتفوليو ده؟ ان انت بتعمل الشغل ده انت ما قدمتوش لحد، بس بتوري للناس على ان الشغل ده شغلي، ده انا اقدر اقدم الكلام ده. وده ايه احسن حاجه ممكن تقدم لك البورتفوليو؟ موقع بيهانس ده هو ممكن تحط عليه شغلك كله، وفي الاخر اللينك بتاعه بس انت بتربطه ان انت تبعته لاي عميل انت بتقابله وتقول له ده شغلي. سواء بقى انت كنت بتعمل كلر جريدنج، بتغير في الالوان، بتغير في الصوت، بتشيل النويز مثلا من الفيديو، ايا كانت شغلتك، فانت ممكن تعمل ده وتوريه للعميل، وساعتها انت بتشتغل معاه. طب هتيجي تقول لي ده ايه علاقته بنتفليكس؟ هو في الاخر هي عملاء، بيبقى عامل قناه يوتيوب صغيره او حاجه، حتى اللي عندهم قناه يوتيوب كبيره يبقى معاه التيم بتاعه شغال معاه، فدول هم مش هيوظفوني. يوسفني اقول لك ان انت غلطان. الناس دي بتبقى محتاجه فريلانسرز على الاقل لشغلانه او اتنين صغيرين، بس فلوسها صدقني كبيره جدا. انا واحد من الناس كنت شغال كونتنت كريشن، وبعد كده لقيت ان الناس اللي بتشتغل في فيديو اديتنج هو شغال معايا في نفس التيم، بس هو بيقبض اكتر مني بكتير جدا. فانا حبيت ان انا اعرف ايه المجال ده، وده يفكرنا باننا كل فيديو بقول لك ان انت لازم تتعلم حاجه جديده، تتعلم في المجال بتاعك، تتعلم حاجه جديده. نصيحتي ان انت ما تخش تقول انا هتعلم فوتوشوب وافتر افكتس وبريمير والستريتور وجنب شغلي، مش هتنجح فيهم. لكن انت لو كونتنت كريتور وفيديو اديتور ديت ممكن تمشي، لان الاثنين كمان مربوطين ببعض. ده يدخلنا على نتفليكس هي مش بتعرض شغلها وتقول لك انا عايزه فريلانسرز. معظم الشركات الكبيره غالبا ما بيقولوش كده عشان المصداقيه. هم لو قالوا انا عايز فريلانسر معناه ان انا بجيب اي حد يشتغل الشغلانه ديت، فهو ممكن ما يبقاش متخصص فيها، فهم هيعرضوا الشغل ده خلال ناس تانية. الناس ديت هيجي يقول لك انا عايز مثلا حد بيقدر يشتغل على جزء من كذا، يعني حد يغير الالوان، فانت هتروح تقدم على الشغلانه ديت بايه؟ بالبورتفوليو بيهانس اللي احنا لسه قايلين عليه. الراجل ده بعد ما يقبلك وتشتغل معاه بروجكت او اتنين، هيبدا ان هو يديك بروجكتس ممكن تبقى من نتفليكس، وممكن حتى لو هو مش شغال حتى في نتفليكس، هو ممكن انت بعد شغلك ده كله انت يبقى عندك بورتفوليو اكبر بكتير لناس اكبر بكتير، فبعديها تقدر تقدم على نتفليكس وتشتغل. حتى لو هتشتغل دوام كامل ده عادي، از فريلانسر ممكن تشتغل شغل 8 ساعات بس القبض هيبقى اعلى بكتير من اي شغلانه انت شفتها. انا عايزك على طول تبقى حاطط في دماغك ان اي حاجه انت تقدر تعملها هي هتجيب لك فلوس. نتفليكس مش بس بتحتاج ان انت تبقى فيديو اديتور ولا اي شركه تانية،
كل الشركات بتحتاج حاجات كتير جدا، من ان انت تعمل ميوزك، ان انت تكتب سكريبتس، ان انت تعمل كونتنت، ان انت بتقطع الفيديوهات بتاعتهم، ان انت تكتب السبتايتلز بتاعتهم. اي حاجه موجوده في الفيديو فدي شغلانه وتيم كامل بيشتغل عليها. فليه ما تبقاش انت واحد من الناس اللي تاخد خانه في الشغل ده وتبدا تشتغل؟ صدقني ان انت تشتغل في نتفليكس او اي شركه كبيره زي مايكروسوفت او ابل الموضوع مش صعب. الموضوع محتاج ان انت تتمرن، وانا ممكن اقول لك ان انت ممكن في 3-4 شهور بس ان انت تبقى شغال في نتفليكس بشغل بجد، بتعليم بجد. ان انت كل يوم انا بفتح اللابتوب او الكمبيوتر بتاعي بتعلم كل حاجه انا اقدر اتعلمها وبطبق عليها. واوعى تنسى موضوع ان انت تطبق عليها، لان انت لو ما طبقتش كل اللي انت عرفته بيتمسح. 80% من اللي انت اتعلمته وما طبقتش عليه انت مش هتفتكره تاني. واوعى تقول الموضوع ده سهل انا عارفه فهسكيب. انا عملت كده في موضوع الماسكينج، وصدقني انا عانيت لحد ما رجعت تاني للكورس اللي انا كنت باخده وسالت ناس عشان اعرف الماسك بيتعمل ازاي. لان انا كل اللي عملته ان انا اتفرجت عليه وقلت الموضوع طويل قوي بس هو سهل، انا هسكيب ولما يجي لي شغل عليه هبقى اعمله لوحدي. وصدقني الموضوع كان معاناه. في الاخر انا عايز اقول لك ان انت لو حلمك تشتغل في اي شركه كبيره او عند اي حد من الناس اللي انت بتحلم ان انت حتى تشوفهم في الشارع، الموضوع ده مش صعب. صدقني انت ممكن تشتغل فريلانسر مع لعيبه كوره، مع ناس بتشتغل في نتفليكس، مع اي حد في الدنيا. الناس دي كلها محتاجه شغل باستمراريه، والناس دي على طول عندها اماكن فاضيه، بس اماكن للناس اللي فعلا بتشتغل بجد، بتشتغل بضمير، مش عايز يعمل اي كلمتين وياخد عليها فلوس. الناس دي مش هتقبلك خالص. فانت لو عايز تشتغل في نتفليكس الفيديو اديتنج من اسرع الطرق اللي انت هتشتغل فيها. وانا اعرف واحد شخصيا هو بعد 3 شهور من تعليم فيديو اديتنج، بس الراجل ده ما كانش بينام، هو 3 شهور فعلا بيعمل اي حاجه هو ممكن يعرفها. وفي 3 شهور هو بدا يشتغل مع نتفليكس. هو كان حظه حلو ان هو يقدر يلاقي عميل، كان العميل ده اصلا ايجنسي شغاله مع نتفليكس، بس انت حظك مش اوحش منه. كل حاجه متقسمه وكل حاجه مكتوبه. فانت لو اشتغلت فعلا على نفسك انت هتوصل للحلم اللي انت عايزه. بس كده يا شباب، يا رب اكون فدتكم في فيديو النهارده. لو عجبك المحتوى وعايز تعرف اكتر عن فريلانسنج ممكن تعمل لايك وسبسكرايب، وهتلاقوني على الانستجرام وعلى التيك توك. سلام.